شفت في التيك توك وصفة الكباب عراقي، فحبيت أسويها، بس أنا عدلت عليها، يعني يسمحوا لنا العراقيين. إن شاء الله بعد العيد نسويها زي ما هي. بحط على اللحم شوي زيت لأنه ما في الشحم. بقدونس وبصل مبشور بدون مويته، وبصل أخضر وكمون وكركم وفلفل أسود وملح. الحين بشكلها. جرير باربيكيو شفته امس عند قصر اواني، عجبني وخذيته. حلو مره للبرجر والشيش طاووق، الستيكات، صدور الدجاج. اذا انت تبين تنجزين بسرعه، تخلصين عندك كميات كبيره تبين تخلصينها بسرعه، حلو لان حجمه ما شاء الله كبير. في نفس الوقت هو متنقل، يمكن تاخذينه في الحوش او في شاليه. الصاجه هذه مره تهبل، ثقيله، انا يهمني هذا الشيء، ومتحركه، تقدرين تاخذينها وتغسلينها وترجعينها. تشوفون الصاجة مقسومة قسمين، أقدر أتحكم كل واحدة بالحالها، أشغل لها درجة حرارة، وحتى أتحكم درجة الحرارة عالية أو منخفضة أو متوسطة. بعد ما سخن الصاج مرة نبدأ نحط اللحم. حطيت على ورق حتى يكون أسهل لي. بقدونس هم يحطون نبات الرشاد وممكن جرجير، وآخر شيء فجر. شوف كل هذا الخضار في هذا البرجر كيف بيكون شهي. هذا الخبز العربي الصغير نفتحه ونبدأ نحشي لحم، باذنجان، بطاطس، طماطم، زهرة مقلية طبعا في الزيت الزهرة، وصوص الطحينة إضافة من عندي.